فريق سامدوريا. هذه العرضية الخطيرة تاني من جديد بيانيتش، يا سلام، الله عليك الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. حي على الفلاح، من تاني عملها صلاح، حي على الفلاح. الأرض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى أنين العابدين. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ تشان جيمنج بالعربي معاكم. حلقه جديده مع فيفا 17. النهارده كارير جديد مع لاعب جديد، محمد صلاح مش رمضان صبحي. هنبدا الكارير بتاعه لان في ناس كتير حابه تتفرج عليها. انا اتاخرت فيها شويه بس عشان خاطر كنت بتوقع ان احنا ممكن نعملها في بيس 17، بحيث ان احنا عندنا سلسله هنا وسلسله هنا، بس في ناس قالت لا خليها في الفيفا. هنبداها مع محمد صلاح مع نادي روما. خلينا نخش على ايطاليا. روما، مستوى الصعوبة من اول حلقة هنخليه اسطوري. 5 دقايق. في المطوشة الكبيرة المطوشة بتبقى صعبة وخانقة والماتش فيها تقفيل، بس احنا هنلعب على المستوى الاسطوري لان عشان يبقى فيه ندية. في ناس بتحب كده، يبقى الحكاية مش مجرد فيديو وخلاص ومش مجرد ماتش وخلاص بنتفرج على، لا لازم يبقى فيه ندية. فهنخليها من الاول كده اسطوري. 5 دقايق هنخليها بالدولار عشان الدولار سعره ثابت دلوقتي كويس لينا. تمام. تحميل المستجدات، منافسة أوروبية في أول سيزون، ليه لأ؟ هنحاول نحط الفرق اللي داخلة في بطولة أوروبا المرة دي. أوكي، دي ترتيب المجموعات الشامبيونز كاب بعد ما ظبطتها. أنا حطيت أحسن فرق موجودة في الدوريات اللي ممكن نختارها في كل مجموعة علشان تبقى أصعب ما يكون. أنا حطيت في المجموعة معانا موناكو، دورتموند، مان يونايتد. بقالي 3 فرق كبار وجامدين، وباقي المجموعات لو انتوا قريتوهم هتلاقي في كل فرقة فرقة او 2 كبار موجودين مع فرقتين يعتبر دول احسن فرق موجودة في الدوري. كده خلاص خلصنا الترتيب بتاعنا. سوق الانتقالات مغلق في اول سيزون، اسطوري. 5 دقايق بالدولار، كل حاجة موجودة. هنختار زي ما احنا قلنا لاعب حقيقي ومحمد صلاح، رقم 11 في نادي روما. تمام كده، نبدأ مع صلاح أول سيزون. أوكي، هنبدأ مع صلاح كده احنا خلاص دخلنا أول سيزون لينا. أول رسالة جات لنا هتلاقيها طبعا الحاجات المتوقعة مننا في السيزون دوت. معدل المباريات التقييم بتاعنا يبقى 7.6 أو أكتر، نعمل 22 هدف، نعمل 66 فرصة، معدل تمريرات ناجحة 85، تقريبا أعلى من المعدلات والتقييم اللي احنا كنا عاملينه مع رمضان. صلاح طبعا الليفل بتاعه والسكيلز بتاعته اعلى كتير من رمضان كان قليل قوي، فعشان كده مطلوب مننا حاجات اكتر السيزون ده. الجدول بتاعنا عندنا 3 مطوشة ودية في اول يوم كاس دولي اللي كالعادة بيبدأ بيه البطولة، بنفيكا وليستر وواتفورد. وعندنا بعد كده مطوشة في الدوري اول كام شهر، ومطوشة ودية، وبعد كده بطولة اوروبا الشامبيونز كاب. يبقى احنا عندنا اول شهر هيبقى فيه الاعداد، ثاني شهر ماتشين في الدوري، وبعد كده هنخش على بطولة اوروبا وعلى الحاجات المطوشة اللي باقية في الدوري والكاس. نخش على اول ماتش معانا، والماتش الاولاني ده هنلعب ماتش واحد بس. الحلقة دي تقولوا لي رأيكم ايه، الدنيا كويسة تمام نكمل. نلعب مع بنفيكا اول ماتش. التشكيله بتاعتنا: صلاح ناحيه اليمين، جيكو راس حربه، الشعراوي ناحيه الشمال، وفي نص الملعب ديروسي وناينجولان، باريدس، وورا هيبقى جيسس وبيريز ومانولاس وماريو ريو ولوبون حارس المرمى. هنتحكم برضو في صلاح بس مش هنتحكم في الفرقه كلها. خش على الماتش الاولاني. هذه هي الجولة الأولى وبداية دور المجموعات في الكأس الدولي الأوروبي. الكل يدرك أهمية مثل هذه البطولات قبل بداية الموسم. إنها مباراة في ذهاب العاصمة روما، اللقاء ضد النسور البرتغالية لفريق بنفيكا. الجماهير متحمسة جدا لمشاهدة الظهور الأول لهذا اللاعب. المدرب كان هدفه دي اللعيبة اللي بتشارك لأول مرة. التوقيع مع هذا اللاعب على وجه التحديد من المفترض أن يقدم أداء قويا ليثبت نفسه في تشكيلة الفريق.
لدينا كده ندخل على الماتش على طول. صلاح اول يقدم اضافه لخط الوسط عليه اول اليوم ثانيه أن واول يقدم دقيقه واول نفسه ماتش بشكل هنلعبه في جيد الكارير بتاع للجماهير صلاح. التي تبني امال كبيره عليه. على الشاشه تابع معايا تشكيله روما. واضح من الرسم التكتيكي انه الفريق يلعب على طريق الحكم يصفر مخالفه وما نظنش بالشكل اول فاول على في الشعراوي فيها كارت اصفر ولا ايه؟ اول كارت اصفر للشعراوي. هذا التدخل العنيف في بدايه المباراه. ما زلنا في البدايات، اذا كيف ستكون الخواتيم؟ هو سيكون تتلعب شارد جوه. الذهن طوال المباراة، يتوجس ناحية من اليمين البطاقة لسه. الصفراء الثانية. تطلع تتقطع تاني، ترجع هجمه خطيره، يلعب عرضيه ولا يخش تقطع منه تاني. ستيفان الشعراوي يفشل اللعب على نص الخاصة الملعب في المرور. بنفيكا لسه يتحصل مسيطر. على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. دانييل دي روسي، تتلعب طويله، الحارس يطلع. كرة سهلة للحارس. برافو الحكم ما يوقفش اللاعب. حلو الكرة عند تبقى صلاح. لإسرام. يلعب كرة تاني في نص نايجولان. الملعب. نايجولان يلعب الكرة عند الشعراوي طويلة، مفيش حد وحده مفيش منفرد. حد، تتلعب عند صلاح وبدماغه. محمد صلاح. برجلك يا حارس صلاح. يوقف كرة كانت نسبيا صعبة. البطولة في كاس الدول تنزل الكرة عند صلاح، يا سلام على اللمة والتعدية. تستفيد من هذه المباريات زميله بيدخل عليها يعني حاجة. باش يشوف المدرب حلوة الشعراوي يقطع. ويجرب الخطط. يلعب عند صلاح، حلو عند أكيد صلاح. الهجمة واعدة. بوش رجلك يا صلاح، الناحية من هذه التانية المسافة تضيع. يحاول يسجل جول. ركنية لايس روما. بشماله في الضيقة، جون يطلعها. صلاح ورا، تلعب على منطقة الجزاء، تتصلح. صلاح شايط بره. فرصة للتقدم بالاهداف لكن تضيع. حلو عند صلاح، يخش ويلعب العرضية الناحية التانية، مفيش حد والجون بيطلع بالعافية. مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. واعتراض يوسف. حلو صلاح يلعب الكرة في انتظار الفرصة يتواصل التمرير. لمسة لصلاح تاني، يفتح الناحية التانية، عرضيته هناك المرة دي سابق، والفرصة ما يضيعهاش. تنزل لصلاح تاني على منطقة الجزاء، ياخد الكرة يمين وشمال وفاول. فاول. فترة أولى تنتهي متعادلة. يخلص الشوط الأولاني. التقييم بتاعنا 6 و5، كل حاجة سيئة. لسه مفيش المدرب شايف ان احنا طبعا المطلوب مننا بيبقى اعلى من الاعتيادي. احنا مش المفروض ان احنا نأدي كويس، لا ده احنا المفروض نجم الفريق، المفروض بنعمل حاجة تفرق مع الفريق. تمام، هنخش على الشوط الثاني نحاول نغير فكرة المدرب. ستروتمان نزل. اللاعبين البدلاء الان يستعدون، واحد منهم مش يدخل. الشوط الثاني في ماتش الافتتاح للكاس. عند صلاح الكرة تاني، ونتوقع استمرار الفريقين في تقديم هذه الكرة الرائعة حلوة. هو الدفاع لا يزال متماسك. حلوة الكرة عند صلاح، يلعبها حلوة النايجولان، يلعبها بينية اي كلام. عن دعم صفوفه تقطع الكرة الناحية التانية عند صلاح، يلعب الكرة 1-2 حلوة، يخش على منطقة الجزاء، يلعب بالعرض وكرة في العرض. يا خبر ابيض، ركلة زاوية مقطوعة على نص الملعب، تنزل عند صلاح، يلعب بينية حلوة كورة انت بتعمل ايه؟ انت مش عايز تدخل جون. حلو احنا بنحرك الكرة كويس، بنعمل اللي علينا، بس الفريق يعني انا مش عارف، راح هو وجون لوحده، ضيع الكرة تاني. صلاح يعدي من الاول، ياخد الكرة ويعدي من التاني، يلحق صناعة لعب والكرة دي يقطعها. دانييل دي روسي بينية عند صلاح، يلعب ال1-2، ياخدها تاني، يعدي من واحد والتاني، وكارت اصفر بقى. حكم خطأ واضح، ربما هنا مخالفة. تنزل الكرة عند صلاح تاني، يعدي من الاولاني وماشي وداخل هيشوط وشوط وجول. وهدف التقدم في الدقائق الأخيرة. غدارة. سلام عليك يا صلاح، سلام عليك. انتهى التعويض، دراما مجنونة في مباراة من نار. حلوة الكرة، يعدي ويخش من كام واحد وبشماله، هي دي لعبته. حقيقة ضياع الفرص في الغالب في كرة القدم هي 1-0، لكن أخيرا استطاعوا أن يسجلوا. 1-0 لأبو صلاح، أول جول. الآن يبحث عن بعض الدعم. كرة تاني
حلو صلاح فاتح، العب بقى، العب من اول لمسه. صلاح تاني، صلاح تاني، صلاح تاني، والتاني محمد صلاح جول التاني مش ممكن عالمي عالمي يا ابني والله. هدف جميل للاطمئنان، الفارق يتسع اكثر. بيمينه ماشي بشماله ماشي، رائع، يسجل ثاني هدف في اللقاء. حلو حطها حلو. التاني، تاني جول لابو صلاح. تقطع التاني، تنزل عند ابو صلاح، العب بينيتك وحشه ما تروحش لحد. كوره حلوه، العب تاني، صلاح تاني وفي العارضه. خبر ابيض، كوره ايه، تنزل له تاني، يقطع تاني، ياخد تاني. قد يكون لدينا فرصة هنا. خلاص الحكم صفر. ينتهي اللقاء بانتصار روما. حاولنا نجيب الهاتريك بس ما لحقناش. 9 تقييم، فرق تقييم كبير قوي بين الشوط الاولاني ونهايه الماتش. الجون بتاعنا 57، جبنا جونين، 86% التمريرات. اول جون نشوفه تاني، محاولة للهجوم، محاولة للتسديد، فتح ودخل من وسط الناس كلها في الدقائق الأخيرة. بشماله صاروخ. غدارة، انتصار الوقت القاتل، انتهى التعويض، دراما مجنونة في مباراة من نار. وحده منفرد، محمد صلاح جول مش ممكن عالمي. هدف جميل للاطمئنان، الفارق يتسع اكثر فاكثر. ده التقييم بتاعنا 9، لعبنا 90 دقيقة، جبنا جونين. كنتش مبسوط من الجون اللي احنا جبناه، باقي الحاجات الاستحواذ والعرضيات ما كانتش مظبوطه. طبعا التقييم بتاعهم غير التقييم بتاعنا. صلاح لعب ماتش كويس جدا، ده كان اول ماتش موجود مع صلاح مع بدايه السلسله بتاعته. اتمنى الناس تتابعها والناس تتفرج عليها. اتمنى ان هي تعجبكم. لو في اي كومنتات يا ريت برضو كالعاده تحطوا لي كومنتاتكم وارائكم. اتمنى الحلقات تعجبكم. اول حلقه انا عارف انها هتبقى قصيره شويه، هنطول الحلقات. انا عارف انتوا هتقولوا ايه، هنطول الحلقه وهنخليها كبيره وهيبقى فيها مطوشه كتير. بس اول حلقه ديت كده عملنا الكارير مع بعض وبدأنا السلسلة مع بعض. لعبنا أول ماتش وشوفنا أول ماتش لصلاح. هنكمل بإذن الله بعد كده. السلسلة بتاعتنا هتبقى وقتها الطبيعي أطول من كده. أتمنى إن هي تعجبكم. شكرا لكم يا جماعة، و لايك وسبسكرايب لو أول مرة تتفرجوا على الشانل، ولو موجودين اوريدي في الشانل عاملين سبسكرايب يا ريت لايك للفيديوهات بتاعتي. وشكرا والسلام عليكم.